وعن طب المشايخ. ما حدثت صدامات مع الأساتذة وأنت يعني كنت متقدم بشكل كبير علميا؟ لا، ما هو متقدم بشكل كبير. يعني هذا ما يراه الناس أو ما يقوله الناس عنك، الناس العارفون يعني. كانت تقع مناكفات مع بعض الأساتذة، ونحن متعودون على هذه حول المناكفات. ماذا؟ حول مسائل علمية. فمثلا أحد المشايخ ما زلت أذكره كان خلوقا جدا ومتواضعا، وكان يدرس الفرائض، فكان يقول: الآن أقسم لكم هذه التركة لن يأخذ علي الشنقيطي فيها خطأ. فيبدأ يكتب على كان قلق منك يعني. فأنا أتنحنح، فينظر إلي، قلت: تنحنح ليش؟ قلت له: خطأ. فيقول: خلاص المرة الجاية لن تصطادني. ويبدأ وهو أستاذك. أستاذ. لكنه كان متواضعا جدا وطريفا، يتميز بالطرافة. لكن أكيد في أشخاص غير متواضعين يستاءون من أن يصحح لهم طالب أو أن يكون طالب أعلى منهم. فيه أيضا مشايخ لهم هيبتهم، حتى لو أخطأوا ما نستطيع أن نناقشهم.